السلام عليكم الاخوان، نتمنى كاملين تكونوا بخير. لا نتوما لا الطويرات ديالكم. الله يسهل اي واحد كيبغي يدير شي حاجه زوينه. سمحوا لنا على الغبوره الاخوان، غبرنا عليكم بزاف. دونك الموضوع اللي بزاف ديال الدراري بغاوني ندير عليه فيديو هو البرنامج الغذائي للطيور. دونك بزاف ديال الدراري كيلقاو مشكل في البرنامج الغذائي ديال الطيور. غنبداو اول حاجه الطيوره ديال الاقفاص، شنو تقدر تعطيهم. من موراها غندخلوا للبرودكسيون. دونك الاخوان خليكم معنا في الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا من هذا الفيديو، واللي ما عجباتوش شي حاجه كتب لنا في كومونتير. راه كاملين كنتعلموا. الله يسهل الامور، الله يسهل على اي واحد كيبغي يدير شي حاجه زوينه. دونك نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله. دابا غنديروا البرنامج غذائي الخوت ديال الاقفاص. كيف العاده كنديروا 2 3 4 خميس جمعه السبت الحد باش كنطبقوا واحد البرنامج غذائي على اسبوع. من موراه هذاك الاسبوع كنضربوه في 4 كيولي في شهر، وديك الشهر كنضربوه في 12 كيولي عام. دونك غنبداو باول حاجه هي الاقفاص. كما قلنا شنو خصك تعطي في الاقفاص. دونك عندنا 2 3 4 الخميس جمعه السبت الحد. الزوان رئيسي خصو يبقى هادشي في الاقفاص الاخوان. الزوان من الاحسن انكم تاخذوا الزوان ستيريليز. هذاك الزوان معقم، راه كيتباع ب 30 درهم كيلو، فيه حبيبات خفاف ديال البيريلا هذاك مخير. والكريت الخوت راه ما كيتحيدش للطويرات. هادو طويرات ديال الاقفاص ماشي ديال الانتاج. نعاود نقولها الاخوان، طويرات ديال الاقفاص. الزوان والكريت كيبقاو وجبات اساسيه للطير كل يوم، ما كيتحيدوش هادو وما كيتعوضوش. دونك كيبقاو يوميا خصك تعطيهم الفريخات. هاي كتبتها وجبات اساسيه، يعني غتشدو تتوما وريقه وغتكتبوا هادشي وتعرفوا شنو غتعطيو للطويرات ديالكم. دونك غندخلوا دابا في داكشي اللي خاصنا نبداو نعطيوهم مره مره. واول حاجه نقدروا نبداو بها هي الخضر. الخضر كما كتعرفوا انه كاين فلفله حلوه، فلفله حاره، كاين البروكولي، كاين الخس، كاين الخيار، وكاينين حتى الفواكه الاخوان بحال التفاح والخس. هادو ضروري ما خاصكم تعطيهم الطويرات ديالكم، ولكن راه ماشي ديما، راه كتعطيهم مره في الاسبوع. كتعطي بحال 2 3 ايام تخلي الراحه، وتعطي صباع ديال الميلونج ضروري ما انك تدخلوا الطويرات ديالك، حيت كيعوض لهم بزاف ديال لي فيتامين. دونك كما قلنا 2 كنعطيو الخضر، الجمعه كنعطيو صباع ديال الميلونج، ودواء ديال الكبده راه كنعطيو كل حد الاخوان. بالنسبه للخضر كنا قلنا الفواكه والخضر بحال وتقدر تزيدوا حتى التمر، حتى هو تعطيوه مره في 15 يوم. تعطيوه واحد نص تمره تحطها للفريخ ديالك ياكلها. هذا هو البرنامج الغذائي اللي بغيتي تهنى من الامراض. وواحد الحاجه الخوت اللي ديروها في الماء بالتجربه، الاونتي هونغوس اونتي باكتيري. ضروري ما تعطيوه في الماء، حيت كيقاد البي اش في الماء وكيخلي الطائر انه ما يمرضش لك بالكوكسيديا ولا بالميغا بكتيريا. كيقتل لي باكتيري وكيقتل بزاف ديال العيبات. وتقدروا ديروا حتى الكالسيوم مره الاخوان. ديروا الكالسيوم مره وسط الاسبوع، واحد 2 مرات ماشي مشكل. الا بغيتي الطير ديالك يبقى واقف والريش ديالو صح. دونك هذا برنامج غذائي ساهل لصحاب الاقفاص. الميلونج راه دير ديلي ناتير النمره 47، تعطيه يا مره في السيمانه يا مره في 15 يوم على حسب انت. راه ما غاليش بزاف، دايره 80 درهم. غتاخد انت واحد رابع ب 20 درهم، راه غضرب لك مده طويله. دابا خوت نتجهوا للصعيب اللي هو البرنامج الغذائي ديال التجهيز والانتاج. دونك خاصك تهلا في الطويرات ديال بصح. هذا الخوت البرنامج الغذائي اللي غندير انا راه صالح لجميع انواع الطيور للانتاج، زعما ديال الشرشوريات. الانتاج راه صالح لهم، ماشي زعما الطيور الكناريه وداكشي. دونك كيف ما العاده غنبداو بالايام. وكما قلنا الخوت البروغرام خاصو يكون تفصيلي، خاصو يكون موزع، ماشي الوجبات الاساسيه سميتو الخضار
شي لعيبات اخرى خصك تدخلها حتى هي كما غتشوفوا معنا في هذا البرنامج اللي درت انا. المهم درت الايام الخوت، الوجبات الاساسيه، درت الخضر. راه دابا كندير رياكسيون، درت الفواكه. لا يسمع فواكه بدا يضحك الخوت، حتى انا فواكه كياكلوا من الفراخ، المكملات الغذائيه، ودرت اشياء اخرى. دونك يعني لا تستهين بشي حاجه، واللي يضحك على هذا الشيء راه يعطينا برنامج غذائي وحنا نخدموا به، خصو يكون باحث عليه. دونك قلنا الوجبات الاساسيه، الخضر، الفواكه، مكملات غذائيه، اشياء اخرى. غنسطرو ونديرو الايام، يعني كنديرو بروغرام اخو ديال الاسبوع. انا كنعاودها كنديرو بروغرام ديال الاسبوع وكنطبقوه على مده ديال شهر، وشهر كنطبقوه على 12، يعني على عام. دونك الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، قيدوا الخوت هادشي باش ما يهربش عليكم، الجمعة، السبت، الأحد. راه التغذية راك تلعب دور كبير في التجهيز، راه ماشي مكملات بوحدهم اللي كيجهزوا، راه التغذية حتى هي. دونك الاخوان، الوجبات الاساسيه اللي كنعطيها انا الطويرات ديالي يوميا، عندك ديلي ناتشر كناخذ نمره 97، وبوصويفه ضروري ما انك نعطيها يوميا، بوصويفه ضروري ما انها كتعطى. زيد عليها الكريت، الكريت كنخلط معاه الرمل ديال البحر، والماء ديال الخابئ الخوت، ركزوا عليه مزيان. شري واحد الخابئ وبداو تعطيو الماء ديال الخابئ، راه مهم بزاف للطيور، و فهمتي راه كينفع بزاف داك الماء ديال الخابئ صراحه. التجربه ديالو كانت واعره. بالنسبه للوجبات الاساسيه قلنا ديلي ناتور، بوصويفه خصهم تعطاو يوميا، الكريت ورمل البحر، وتقدر تزيدو حتى الفاخر، والماء ديال الخابئ هادو يوميا كيتعطاو الاخوان، ما تحيدوهمش. بالنسبه اخوت للديلي ناتير من الاحسن انك تعطيه قياس ديال النهار، بحال عندك 7 طويرات كدير واحد 3 ولا 4 الفيتشات للطير، كدير حساب ديال الطير شحال كياكل في النهار، كدير ليه قياس ديال النهار باش الغد ليه تعطيه ماكله زوينه، حيت الا كثرتي ليه راه يمشي يبقى ياكل لك النيجار والمواد اللي تقدر تضره وتضرب ليه الكبد. دونك الاخوان، من بعد ما حطينا بروغرام ديال الاسبوع الخوت هذا ما تبدلوش، خصو ضروري يبقى ضروري. بالنسبه للدراري اللي عندهم اقفاص صغيره بحال 60 وداكشي، تقدر تخدم ب47 حتى هي زوينه، تقدر تخدم بها راه مزيانه. ديري ناتير نمره 47 من 97 فيها حبوب كتر. بالنسبه للخضر اخوت غنديرو 3 ايام في الاسبوع، غنديرو 2 غنعطيو الخس، الخميس غنعطيو بروكولي، والحد نعطيو فلفله. 3 ايام في الاسبوع، هادشي الانتاج الخوت، الانتاج. دونك الفواكه نقدروا نعطيو التفاح الاربع، راه مزيان التفاح مخير، نعطيو واحد التفاحه نقسموه على واحد 10 طويرات ولا 8 طويرات، نحطو عليهم يبقاو ياكلوها. دابا غندوزو المكملات الغذائيه. تقدر دير بالنسبه للتفاح تقدر دير حتى البعويد زوين. دونك مكملات غذائيه غنعطيو 3 ايام كالسيوم، 3 ايام هذا العام كله، انا كندوك على بروغرام ديال العام كله. والحد راه ضروري ما انك دير دواء ديال الكبده، لي باتيك ديرو العام كله، كل حد تعطي دواء الكبده. دابا غندويو على اشياء اخرى الاخوان اللي هي التمر. كاين التمر، كاين الشريحه، كاين بزاف ديال اللعيبات. المهم دير مره في الاسبوع غتعطي شي حاجه، مره في الاسبوع تعطي شي حاجه، تعطي التمر، تعطي التمر ولا الشريحه. دونك هذا برنامج غذائي متوازن للطيور، اللي ما يخليش انه الطويرات ديالك ديما يبقاو يمرضوا ليك وداكشي. حيت الطير الا شديتي ليه برنامج غذائي وبقيتي كتعطيه ليه ديما، عمرك غتشوف الامراض، والله ما عمرك تشوفهم. ولكن تكون واحد التهويه زوينه، ويكون الطير ما عندوش كولوندير، وفهمتي، وتتبع البروغرام، وما تعطيش الماكله بالزيت، تعطي الماكله ديال النهار. هادشي من الاساسيات ديال الانتاج الخوت وديال الحفاظ على الطائر، وتكون الطائر الجوده ديال الريش ديالو زوينه والصحه ديالو مزيانه.
راه هذا هو الاساس. وضروري ما انكم ديروا دواء ديال الكبد، حيت هو في الاصل ماشي دواء، هو كيعاون الكبده باش انها دير الخدمه ديالها. هو في الاصل منشط ديال الكبد الاخوان. دونك هذا هو البرنامج الغذائي اللي كنخدم به انا، كيخدموا به ماليه كبار اللي مشيت عندهم بحال الاخ جمال، الاخ حسين، بزاف ديال ماليه، الاخ نور الدين، بزاف ديال ماليه كيخدموا ببرنامج غذائي اللي بحال هذا، برنامج غذائي اللي متوازن وبروفيسيونيل. واي واحد الخوت، اي واحد شكك في هذا البروغرام يعطينا البروغرام ديالو تا هو نستافدوا منه، حيت راه كاملين مبتدئين ويلا غادي دقه دقه. وهادشي كنديرو على قبل الدراري اللي ما كيعرفوش، اللي كيعرفوا الله يسهل عليهم. واحد الحاجه اللي بغيت نزيدها خوت هي انه ضروري في هاد الوقيته ديال الفصل الرابع تعطيو النباتات البريه بحال البوصو، اش كيقولوا لها، الحريقه، التفاف، هندباء، شوك حمار. كاين بزاف ديال النباتات البريه اللي كياكلها طائر الحسون وتقدموها لهم يوميا، حيت الطير في هذه الوقيته ما كيبقاش ياكل الحبوب بزاف، كيلتجئ للنباتات البريه. ولا عطيتها للنباتات البريه الخوت فالطير غيتبدل عليك 100%. والدوش الخوت راه ضروري 2 ولا 3 المرات في الاسبوع. دونك هذا هو البرنامج الغذائي اللي كنخدم به انا، والحمد لله كانت فيه نتيجه زوينه. وتحيه للجميع، وتحيه لاي واحد كيبغي يدير شي حاجه زوينه. النباتات البريه الخوت وتهلاو ليا في راسكم.